هلا رح نقسم الوصفه لجزئين عشان نضلنا مركزين مع بعض قبل الفاصل وبعد الفاصل. رح نعمل اول إشي البشاميل، ورح نعمل اليوم البشاميل بطريقه اذا اتبعتوها ان شاء الله انا متاكده رح تعتمدوها، وكل مره بتعملوها باذن الله انكم رح تدعوا لي عليها. هلا انا بدي اخذ بالضبط 50 جرام من زبده المراعي، 50 جرام من زبده المراعي واحطها على النار. اوكي، هي 50 جرام من الزبده. اوكي، بعد ما يذوبوا معنا ال 50 جرام من الطحين من الزبده، بدي انزل عليهم 4 معالق الطحين اللي عندي. فانا طبعا هي اذا بدنا نيجي على المعالق المعياريه، ال 50 جرام لا مش 4 معالق، بس انا خلص هلا هذا عياري. 50 جرام زبده، 4 معالق بشاميل، لا حول الله، 4 معالق طحين. وبعدين بدي انزل عليهم 3 كوب من الحليب مع كوب من الكريمه. هلا خلص هيك ما بدي اياه يتحمص طبعا كثير، بس بدي اعطيه نقطه لون عشان ما يكون طعمته نيه كثير. الحليب يا جماعه ضروري جدا يا روان ما يكون سخن. في ناس بسخنوا الحليب، لا الحليب لازم يكون بحراره الغرفه، حراره الاوضه. تمام. بدنا نحط مغلف مرق دجاج فوري، وبدي احط رشه جوز الطيب. هي جوز الطيب، ويفضل تكون مطحونه فريش. ملح، ما تكتروا الملح لانه طبعا في المرق دجاجه فوريه. شويه فلفل اسود، في ناس بحطوا فلفل ابيض، انا ما بتفرق معي شكل الفلفل الاسود، بالعكس بحبه وبحب نكهته عن الفلفل الابيض. صح. هلا بس يبلش يغلي رح احط الكاسه الرابعه اللي هي عباره عن زي ما قلنا الكريمه. اوكي، طبعا اللي ما عنده كريمه وبحب يعملها بس بالحليب يحط 4 كوب من الحليب، اكيد بصير بزبط. هلا بس انا كل اللي عملته اني قلبت هذا الدجاج بشويه ملح وفلفل فقط. شوفوا قد ايه مقطع صغير لمكعبات صغيره، بس عليه ملح وفلفل. مع بصله ولا بدون؟ لسه هذا يعني قليته وشلته. انا كثير بحب يعني اشيله وارجع، حلو، بحس انه بضل كل شيء فيه نكهته، ما بحب كل شيء يخبص مع بعض. هلا رح نحط كمان البصله اللي مقليه كانت عليه. اوكي، بصله مفرومه ناعم عادي، ورح ننزل عليهم الثوم. تمام، لحد الان سهل، كل شيء طبيعي. دجاج، ملح، فلفل، بالاضافه للبصل والثوم. بس خلينا نرفع الحراره، هذا لانه معلب ما بدي اعرضه برضه فتره طويله على النار. رح احط هلا السبانخ. بسم الله الرحمن الرحيم، نخلط جيدا. هلا نقدر ننزل عليهم الارتشوك اللي عندنا. فعشان انا اعملها متماسكه نوعا ما رح احط لها تقريبا معلقتين كبار من جبنه الدهن من المراعي. طعم وزكاوه، وبنفس الوقت بتعمل بايندينج ايجنت او بتمسك لنا اياهم ومع بعض، يعني بتخلي كل هاي الحشوه تتماسك. طيب يا جماعه، هلا انا كنت حاطه طبعا ملح وفلفل على الدجاج. رح ازيد يعني يا دوب شيء بسيط، وما تكتروا طبعا لانه الجبنه مالحه. وخلص، ولا رح احط اي نوع بهارات او اعشاب. هون انا صار عندي كل النكهه اللي بدي اياها. فيا دوب بس كله هذا يمسك مع بعض بهاي الطريقه، هيك بيكون صار عندنا جاهز ان نشتغل فيه. نيجي لرولات اللازانيا. رولات اللازانيا لانها طبعا مش لازانيا مد، لو لازانيا مد ما بسلقها، بس لانه بدنا نعملها على شكل رول. سلقتها بمي مغليه بالضبط روان 3 دقائق. 3 دقائق فقط، ما بدي اياها تنهري عشان اقدر الفها طبعا، وبنفس الوقت ما بدي اياها تضلها قاسيه. ف3 دقائق منيح لانه لسه بدها تدخل على الفرن. اللي عنده كانيلوني اوكي، بس الكانيلوني بدكم تصغروا قطع الدجاج كثير اكثر طبعا لانها هي اسطوانه بدكم تحشوها حشي. انا بحبيت هدول لانه شوفوا ايش رح اعمل فيهم. رح يضلوا شكلهم اعرض، يعني زي الكريب، شبيه بالكريب. شايفه؟ انا فكرتها كريب اول ما دخلت. طلعي كيف هيك بصير عندنا الرول جاهز. شوفوا ما احلى شكله. وهي نحط البشاميل البارد ولا السخن؟ انا حاسه السخن. بتعرفي خلي البارد بارد. بتعرفي او رح اخذ شوي منه، ما هو مش بارد كثير اصلا هذا. بردي وايوه بدي اعمله شوي دافي عشان برضه يسرع في عمليه السواء. هذا اللي بدي اقول لك اياه. يا روان حبيبه قلبي، في عندي بالثلاجه اجبان. انا كنت اسالك وين جبنتك. معقول يا روان؟ معقول هذا السؤال؟ احتياط. هلا شوفوا الاجبان اللي عندي زي ما قلت لكم، عندي الموتزاريلا وعندي عندي البارميزان وعندي الاشقوان. فرح احط هيك تقريبا على كل وحده كميه جيده.
اوكي، بندخلهم على فرن حرارته 180 بس لمده ربع ساعه بالكثير بس. وهلا بس اضفت شويه زعتر ناشف مع شويه شطه مجروشه عشان تعطينا لون حلو بالفرن، ورح ندخلها على فرن حرارته 180 درجه لمده ربع ساعه.